موسم جديد وبداية موسم سيكون ناري في مختلف الدوريات الأوروبية. فبعد مشاهدة السوبر الأوروبي وأول جولة الدوري الإسباني الإنجليزي والألماني، حان وقت الحسم، الوقت الذي يشعرنا بالحماس والرهبة والمتعة والإثارة، لحظة التوقع. في البداية نبتدئ بالدوري الألماني، حيث البطل لم يتغير لأكثر من 10 سنوات، في حين تعرف باقي المراكز تغيرات كثيرة. مع ذلك دعمت بايرن تشكيلتها بلاعب قوي ورائع اللي هو هاري كين، لكن ميركاتو بايرن لم ينتهي، خاصة رفض سيتي تسريح كاي ووكر مع تصميم بافارد على الرحيل إلى يونايتد، ومزراوي الرافض أن يكون الرجل الثاني، أو بالأحرى رافض فكرة الاشتغال مع توخيل. أما بالنسبة للتوقعات، في المركز الرابع من نصيب بوروسيا مونشنغلادباخ، الثالث سيكون من نصيب بوروسيا دورتموند، الثاني من نصيب لايبزيغ، وكالعادة بايرن بطلا للدوري الألماني من جديد. الدوري الإيطالي أحد الدوريات التي تحدث تغييرات جذرية في المراكز الأربعة الأوائل. فبعد فوز ميلان بالدوري يحتل المركز الرابع، ونفس الشيء حصل لإنتر، فهل يحصل لنابولي أم تستقر رغم مغادرة إسباليتي؟ أو كما هو معروف، فقد تحركت الفرق مثل ميلان وروما على إبرام صفقات ثقيلة ومميزة، في حين فرق مثل يوفي وإنتر بصمت على ميركاتو نستطيع أن نقول مقبول. إذا توقعاتي هي كالتالي: روما في المركز الرابع، إنتر في المركز الثالث، نابولي ثانيا، وميلان سيعود إلى التتويج بالدوري السكوديتو الإيطالي. الدوري الإنجليزي دوري المتعة، الدوري الذي يعرف صرف في الميركاتو رهيب جدا، وما بين بيع وشراء تصدرها تشيلسي وليفربول إضافة لنيوكاسل، في حين ميركاتو جيد أيضا لأرسنال وسيتي الذي حافظ على الركائز برناردو سيلفا كاي ووكر، واكتفى بمغادرة النجم الجزائري رياض محرز والنجم الألماني إلكاي غوندوغان لبرشلونة. فمتوقعات كالتالي: المركز الرابع من نصيب ليفربول، الثالث سيكون من نصيب نيوكاسل، الثاني سيكون من نصيب مانشستر سيتي، وأرسنال سيكون المتوج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. أما تشيلسي فأتوقع أن يكون خارج التوب فور هذا الموسم أيضا. ونختم كالعادة بالدوري الإسباني، الدوري أيضا يعرف تقلبات. فبعد فوز أتلتيكو مدريد بالدوري 2021 وتتويج ريال مدريد في دوري 2022 وبرشلونة في دوري 2023، فمن يحسم الدوري 2024؟ مبدئيا نعرف أن برشلونة فقدت مجموعة من اللاعبين، وأهمها عثمان ديمبélé كأهم من أهم اللاعبين في الموسم الماضي. أظن عدم قدرة إضافة لاعب هجومي جديد مثل جواو فيليكس الذي يعجب لابورتا كثيرا ويحارب من أجل الاستخدام رغم رفض أليماني الذي سيرحل في سبتمبر القادم ليأتي مرحلة ديكو. كما فشل في بيع فيران توريس وأنسو فاتي اللذان لا يقنعان تشافي هرنانديز. في الجانب الآخر من إسبانيا، هناك ريال مدريد يدخل بدون رقم 9 بعد مغادرة بنزيما، حيث أن أنشيلوتي لا يثق في خوسيلو كلاعب أو كمهاجم أساسي، إضافة إصابة ميليتاو الذي قسم ظهر ريال مدريد والذي لا يملك له الآن بديل غير روديغير، إضافة إلى أن حارس المرمى الذي يكون نستطيع أن نقول أنه أخف شيئا ما بعد قدوم كيبا، الحارس الذي يبقى متألق رغم كل شيء في الدوري الأوروبي. نأتي الآن إلى أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو مدريد هو نستطيع أن نقول هو الاستثناء في إسبانيا، فاستطاع تطعيم تشكيلته بلاعبين مميزين، منهم خافي جالان من سيلتا فيغو، سيونكا من ليستر، مورينو، أزبيليكويتا من تشيلسي، إضافة إلى عودة ديباي إلى مستواه، ويبقى معضلة هي الوسط الميدان، حيث اختيار أصبح بين أمرابط وهويبرغ. ولكن يجب أتلتيكو مدريد أن يبيع لاعبا سيكون إما كاراسكو الذي أخبر عائلة الشباب، أو جواو فيليكس الذي أشعل النار عليه في البيت المدريدي، حيث أن إدارة تستعمل سلوكا قويا معه، حيث أنه يفكر جخين مارين في تجميده وعدم بيعه أو إعارته لأي فريق، بعد أن صرح أنه يريد ويرغب وأن حلم طفولته وأن
خطوته المقبلة هي أن يذهب للعب في برشلونة، ونعرف أن برشلونة منافس قوي ومباشر لأتلتيكو مدريد، فأن تصرح أنك تغادر لفريق منافس فهو طبعا قلة احترام للفريق قميص الذي تلعب من أجله. فهل يجلب أتلتيكو مدريد رقم 6 أم يكتفي بباريوس، خاصة بعد إصابة كوكاي؟ بالنسبة للتوقعات هي كالتالي: في المركز الرابع أنا شايف بيتيس ستكون هذه المرة مركز رابع. في المركز الثالث أظن برشلونة لن يستطيع مجاراة الثنائي المدريدي وسيأتي ثالثا. أما المركز الثاني فأنا ربنا يستر أتوقع أن ريال مدريد سيأتي الثاني، لأن أتلتيكو مدريد هو الأكثر مرشحا للتتويج بالدوري، وأظن سيميوني يعني لن يترك أتلتيكو مدريد أكثر من 3 سنوات بدون أي لقب على الإطلاق. لا، لازم أن يطعم الفريق بلقب، خصوصا أنه لحد الآن ولحد اللحظة هناك كلام عن تجديد سيميوني، ولكن الحقيقة ما في تجديد لحد الساعة. لن أقول أن أتلتيكو مدريد تفكر في الاستغناء، ولكن لحد الساعة لم يتم تجديد سيميوني، فسيميوني سيرغب في إضافة لقب جديد يستعيد به ثقة الإدارة إدارة أتلتيكو مدريد وإدارة ثقة المشجعين. إذا أهم شيء هذا هو توقعات، وأهم شيء توقعاتكم: من هم أبطال الدوريات الأربعة الكبرى، ومن أصحاب المراكز الأربع في كل دوري؟ ضعوا تعليقاتكم وتوقعاتكم وآرائكم في الكومنتات. كما معكم أي محتاج من تسلل أوفسايد، نتمنى تدعمونا باللايك وسبسكرايب القناة، وأيضا والسلام عليكم وبركاته.